السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض تورته الشوكولاته الجميله دي. تورته اقتصاديه جدا باربع بيضات بس، وبالدقيق العادي، ومش مكلفه، وان شاء الله تنجح معاكي الوصفه ومن اول مره. عايزه اقول لك لو انت اول مره ومبتدئه لسه عايزه تعملي تورتايه، عايزه اقول لك تابعي معايا الفيديو وان شاء الله هقول لك كل الحاجات اللي تنجح معاكي الوصفه ومن اول مره. يلا بقى، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير مع بعض. معانا هنا 4 بيضات هنكون مخرجينهم من التلاجة، احنا عايزينهم يكونوا ساقعين. وهنبتدي نضربهم شوية كده بالمضرب الأول. ولو عندك عجان هتستخدميه، ما عندكيش هيبقى المضرب البيض، لأن الوصفة مش هتنجح غير يا إما بالمضرب الكهربائي أو بالعجان. نزلنا عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو باكت من الفانيليا البودر، وبدأنا نضربهم شوية كده. وبعد كده نزلنا بنص كوباية من السكر، وأنا مستخدمة هنا في الوصفة كلها الأكواب المعيارية. بعد ما ضربنا الفانيليا السكر والبيض، نزلنا عليه بنص كوبايه من الميه الساقعه من التلاجة، ومعلقه كبيره من المحسن الجل، وده طبعا بنشتريه من عند مستلزمات الحلويات. وهنبتدي نخلط كل المكونات دي مع بعض ونضربها شويه كده لحد ما الخليط يتماسك معايا شويه زي ما انت شايفه. وابتدي اجيب معايا كوبايه ونص من الدقيق العادي، وعليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر او كيك الشيف. هنبتدي نضرب او نقلب الاول الدقيق بالبيكنج باودر زي ما هنشوف كده، نقلبهم شويه كده. وهنبتدي ننزل بالدقيق على الخليط بتاعنا بتاع البيض بالتدريج، مش هننزل مره واحده، علشان خاطر ايه نضمن ان الوصفه الخليط ده يتجانس معانا كويس ويتماسك ويوصل للقوام اللي احنا عايزينه، ان هو يكون قوام طبعا هيتضاعف حجمه، وكمان يبقى متماسك زي الكريم شانتيه كده. هنشوف مع بعض هيوصل معانا بالشكل اللي احنا عايزينه، وهوريكي هيبقى شكله ازاي عشان لما تنفذي الوصفة تشوفي بالظبط الشكل وتنجح معاكي الوصفة ان شاء الله. خلاص كده هنبتدي نضرب، وطبعا تطولي بالك في الضرب، هياخد معاكي وقت طبعا من 7 ل10 دقايق لحد ما يوصل معانا القوام بالشكل اللي انت شايفاه ده. يبقى كده خلاص تمام، القوام بتاعنا تمام كده. ونبتدي بقى لو انت عايزة الوصفة كيكة فانيليا، خلاص هتبتدي تاخدي الخليط وتحطيه في الصينيه بتاعتك وتحطيه في الفرن. عايزه بقى تعملي كيكه شوكولاته زي كده، هتبتدي تجيبي معلقه ونص من الكاكاو الخام الغير محلى طبعا، ويستحسن يكون من نوعيه كويسه، ونبتدي نحطهم على الخليط بتاعنا بعد ما ضربناه. ويستحسن طبعا ان احنا نحطه بعد ما نخلط، علشان الكاكاو طبعا من العوامل اللي بتهبط الخليط، فاحنا بنحطه في الاخر خالص. بعد ما قلبنا الكاكاو كده مع الخليط بتاعنا، هنبتدي نجيب بقى الصينيه او القالب بتاعي. انا عندي هنا الصينيه مقاس 20، انا طبعا احطها في حله. لو انت عندك صينيه مقاس 20، هتبتدي تحطي الخليط بتاعك، وطبعا تكوني مبطنه القاعده بتاعت الصينيه بتاعتك بورق من الزبده. انا ما بدهنش حاجه خالص في الجوانب، احنا بس بنحط ورقه الزبده في القاعده عشان تخرج معانا بسهوله. خلاص كده حطيت الخليط كله وظبطته، وبدات اخبطه كده خبطتين على الرخامه بتاعتي. وهبتدي اكون طبعا مولعين الفرن بتاعنا من اول ما بدانا في الوصفه على درجه حراره 180، هتقعد معانا بالظبط 45 دقيقه، هتخرج معانا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هنبتدي بقى طبعا نسيبها تبرد خالص وبعدين نغطيها، وتاني يوم لا ايه ننفذ الوصفه بتاعتنا. ما ينفعش خالص ان احنا نعمل التورته ولا نقطعها وهي خارجه من الفرن، لازم نسيبها ترتاح وتبرد خالص، ونبتدي نستخدمها او نعمل التورته بتاعتنا تاني يوم تكون ارتاحت وبردت براحتها، ونبتدي نخرجها من الصينيه بتاعتنا ونقطعها زي ما احنا شايفين كده. طبعا المقدار ده هيعمل معايا بالظبط 3 ديسكات حلوين، يعني سمكهم كويس جدا، او 3 قطع يعني، او شرايح من الكيك زي ما انت شايفه. سمكهم حلو جدا. انا عامله المنشار بتاعي على مقاس 9، هيخرج معايا السمك الكيك زي ما انت شايفاه كده. طبعا بيبقى في حته اللي فوق دي اللي هي بتبقى الطبقه دي بتاعت البيض، طبعا احنا بنقشرها ونشيلها. انا هنا لما قشرتها زي ما انت شايفه طلعت معايا حته كيكه رفيعه كده، طبعا رحت حطاها في نص التورتايه، يعني ما رميتهاش ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه كده بقشرها وخلاص، والقطعه دي بستخدمها يعني ما برميهاش ولا حاجه، لا لان هي قطعه كيك حلوه يعني. خلاص كده ببقى انا عامله بقى الكريم شانتيه بتاعي، طبعا بنعمله وقت الاستخدام، علشان ما ينفعش نعمل الكريم شانتيه ونشيله لانه هيبتدي يدخل هواء ويبقى مش حلو معانا. خلاص كده هجيب بقى طبق التقديم بتاعي او القاعده اللي احنا هنحط عليها التورتيه بتاعتنا، وهنبتدي نحط معلقه كده من الكريم شانتيه عشان لما نحط طبقه الكيك ما تقعش او تتزحلق مننا بعد ما ما نخلص تزيين الكيك. وهبتدي احط طبقه طبقه، وهبتدي اجيب بقى الشربات بتاعي الخفيف اللي انا عاملاه طبعا من بالليل، عباره عن
نص كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه، وهقلبهم واخليهم يغلوا لمده 5 دقايق، وبعد كده هطفي عليه واسيبه يبرد خالص، وبعدين ابتدي استخدمه ان انا اسقي الكيك بتاعي. او ممكن اقتراح تاني لتسقيه الكيك، تجيبي نص كوبايه من اللبن وتحطي عليها معلقه من الجناش وتقلبيهم كويس قوي، تبتدي برضو تستخدميهم في تسقيه الكيك بتاعي. عملت الكريم شانتيه بتاعي عبارة عن كوباية من الكريم شانتيه الخام. طبعا احنا اول بنحط ربع كوباية من السكر وكوباية ونص من المية، وندوبهم شوية كده، وبعد كده ننزل بكوباية الكريم شانتيه الخام اللي يكون غير محلى، ونضربهم لحد ما يوصل معانا القوام بالشكل ده. وبعد ما يمسك معانا نبتدي نضيف له معلقة من الكاكاو او معلقتين 3 من الجناش عشان يدينا اللون الجميل ده وطعم يكون حلو. زي ما انت شايفه كده حطيت اول ديسك من الكيك او اول قطعه، وبدات اسقيها بالشربات، وبعد كده نزلت ب معلقتين 3 من الكريم شانتيه، وبدات افردهم على طبقه الكيك بتاعتي. وكنت عامله انا الجناش بتاعي طبعا قبلها بشويه عشان يبرد واقدر احشي بيه الكيك بتاعي، وبعد كده ازين بيه وش التورتايه. الجناش ده عباره عن 200 جرام من الشوكولاته الخام اللي احنا بنجيبها سما او اي نوع، وبتحطي عليها نص كوبايه من الميه ومعلقتين من الكريم شانتيه ومعلقه من الزيت، وتدوبيهم كويس قوي على النار لحد ما الشوكولاته تسيح معاكي وتبقى معاكي بالشكل ده. بتسيبيه انت بقى لما يبرد خالص، وبعد كده تبتدي تستخدميه في التزيين او الحشوات زي ما انت شايفه كده. انا حطيت اول طبقه من الكيك، وبعد كده جبت بقى الحته الصغيره اللي انا قلت لكم عليها دي، هحطها في النص كده عشان ما تبانش وتبقى متظبطه. طبعا ما فيش ولا حته كيك بنرميها، اي قطعه صغيره بنحطها في النص ما بتبقاش وبتتدرى طبعا وبتتماسك من الكريم شانتيه، بيمسك اي قطعه من الكيك تكون صغيره يعني زي ما انت شايفه كده، مش في الاخر مش هتبان. خلاص كده حطيت الطبقه دي ونزلت عليها سقيتها بالشربات، وبعد كده حطيت الكريم شانتيه زي ما شفنا وجلسناها، وبعد كده حطيت معلقتين من الصوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه، وهبتدي اضيف الطبقات الباقيه تاني من الكيك، وهبتدي اعمل نفس اللي احنا عملناه، ان احنا بنسقيها الاول بالشربات، وبعد كده نضيف الكريم شانتيه، وبعد كده نضيف الصوص الشوكولاته، وهكذا لحد ما نخلص خالص كل طبقات الكيك بتاعنا. نبتدي بقى نفرد عليها الكريم شانتيه ونجلسها ونعملها بقى نزينها في الاخر بالشكل اللي احنا حابينه بقى، نضيف اي حاجه احنا عايزينها. زي ما انت شايفه كده الطريقه سهله جدا وبسيطه. وزي ما انت شايفه انا مش مستخدمه اي ادوات للتزيين، عباره عن المعلقه السيليكون بتاعتي وسكينه، وببتدي اعمل بيها. يعني انت تقدري تنفذي الكيكايه دي او التورتايه دي في اي مناسبه للولاد، في اعياد ميلاد، في نجاح، في اي حاجه. زي ما انت شايفه هتطلع معاكي في منتهى الجمال وطعمها في منتهى الجمال. زي ما انت شايفه خلاص حطيت اخر طبقه وسقيتها اهو بالشربات، وهبتدي احط بقى الكريم شانتيه واجلسها كويس قوي. وطبعا لازم نلف الكريم شانتيه كويس جدا عليها بحيث نداري كل فرافيت الكيك اللي احنا شايفينها ديت، ونجلسها كويس قوي عشان يبقى شكلها حلو، عشان لما ننزل عليها بصوص الشوكولاته يدينا الشكل اللي احنا شفناه في اول الفيديو الحلو ده. زي ما انت شايفه كده طبعا التجليس ده بياخد وقت جدا، فانت لازم يكون عندك صبر طبعا، بما ان انت هتكوني لسه مبتدئه او اول مره، فلازم تبقي عارفه ان التجليس ده بياخد وقت. ومش طبعا الايد مش بتاخد عليه طبعا من اول مره ولا حاجه، بس انت ما تيأسيش، جربي وان شاء الله هتحبي الموضوع وهتحسي وهتفرحي جدا لما تعملي التورتيه وتنجح معاكي ويبقى شكلها حلو. هتبقي مبسوطه وهتحبي تكرري الوصفه تاني وتاني لحد ما تنجحي فيها وتبقي ممتاز، وايدك بقى تاخد على التجليس بتاع الكريم شانتيه، وتبقي عارفه الكريم شانتيه الصح اللي هيطلع معاكي مظبوط واللي مش مظبوط. زي ما انت شايف كده خلصنا اهو، وتعملي باي اداة عندك. خلاص كده انا خلصت، هبتدي بقى اجيب الشوكولاته بتاعتي. هو ده الصوص انا حطيته في كيس حلواني وقطعته كده حته صغيره، وبدات انزل كده بدربات كده على التورتايه عشان تديني الشكل اللي هو بيبقى نازل كده دوت. ومن فوق طبعا هنضيف تاني بس الصوص في الاخر بعد ما نخلص كده، وهنبتدي نحزمها بالكريم شانتيه علشان يدينا شكل حلو. ومن فوق برضو هنعمل كده وردتين كده بالكريم شانتيه، ونضيف عليهم الكريز والشوكولاته المدوره الكريسبي. زي ما انت شايفه الشكل تحفه والطعم في منتهى الجمال، وتورتايه سهله جدا واقتصاديه، وان شاء الله تنجح معاكي ومن اول مره وتنفذيها. وما تنسيش بقى تقولي لي في التعليقات رايك ايه عليها، والوصفه سهله ولا لا، ورايك في التورتايه ايه.
خلاص كده بدأنا ننزل بقى بصوص الشوكولاتة. طبعا هنضيف شوية كمان ونبتدي كده بشويش خالص نمشي. وطبعا عايزة اقولك حاجة، ان في الشتاء الكريم شانتيه بيقعد معاكي فترة، طبعا ما بيسحش بسرعة، فتقدري تعملي الوصفة من غير ما تدخليها الفريزر ولا التلاجة تمسك شوية ولا حاجة. هتلاقي العملية سهلة جدا وبسيطة في الشتاء غير في الصيف. طبعا الصيف الكريم شانتيه بيسيح، فبتحتاجي ان انت تدخلي الكيكايه او التورتايه الفريزر شويه عشان تتماسك، عشان تبتدي تنزلي عليها بصوص الشوكولاته زي ما انت شايفه كده. خلاص انا خلصت. عايزه بقى احط روزيتات من الكريم شانتيه، ابتدي بقى ادخلها التلاجة علشان صوص الشوكولاته ده يشد معايا كده شويه، ولما احط عليه الكريم شانتيه ما يقعش مني. زي ما انت شايفه كده هبتدي بقى احزمها. جبت شويه من الكريم شانتيه وبدأت بقى كده بالقمع الصغير بتاعي ابتدي اعمل وردات كده صغيرة بحيث تدي شكل كده للتورتاية من تحت. وهنضيف برضو شوية من فوق وهنزينها مع بعض، وهنشوف شكلها قد ايه بسيط ومش مكلفة، وشكلها حلو جدا وتنفع لمناسبات كتير بسيطة تفرحي بيها الولاد. زي ما انت شايفة خلاص كده انا خلصت من تحت، هبتدي اعمل بقى من فوق. هوريكي الشكل عامل ازاي، بسيط خالص، حاجات بسيطة جدا يعني. اي حد ما عملش تورته هيقدر ينفذها، يعني زي ما انت شايفه كده حاجات بسيطه. خلاص كده حطيت الكريز، وهبتدي ارش كده شويه كريسبي صغيرين من الصغير ومن الكبير عشان ايه يدينا شكل كده حلو ويفتح اللون معانا. زي ما انت شايفه سهله جدا وبسيطه تقدري تنفذيها ومش مكلفه. اهم حاجه انها مش مكلفه ومعموله بالدقيق العادي، يعني مش هنحتاج نشتري دقيق سبونج ولا اي حاجه. شويه دقيق عندك في البيت وهتقدري تنفذي الوصفه. وزي ما انت شايفه شكلها في منتهى الجمال وتحفه جدا. واشوفك على خير فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.